البوب والممثلة الأمريكية جينيفر لوبرز أشعلت أجواء حفل جائزة السعودية الكبرى النسخة الخامسة لسباق السيارات فورمولا 1 على المسرح الرئيسي للحدث في كورنيش جدة. كما شاركت جمهورها بعدة صور وفيديوهات جمعتها بفرقة فيراري، وكتبت قليل من التألق للفورمولا 1، ومتابعينها ومحبينها تفاعلوا جدا مع الصور والفيديوهات اللي شاركت بيها جمهورها. لما تركب طيارة وتلاقي اللي قاعد في الكرسي اللي جنبك رامز جلال لازم تقلق وتدعي ربنا انك توصل بالسلامة، وده اللي شاركت بيه الفنانة الجميلة نيلي كريم جمهورها، وكتبت عبر صفحتها على انستجرام ادعولي اوصل بالسلامة، ونشرت صورة بتجمعها بالنجم رامز جلال من داخل الطائرة. يعني الدنيا تحلو وهناكل سوشي في الجو يا راجل. لا 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 لا. الفنانة الخلوقة والجميلة الفنانة ريهام عبد الغفور اللي كلنا بنحبها جدا، وعمرنا ما شفناها انها بتعمل مشاكل مع حد، وان ليها اي تصريحات مش مقبولة على السوشيال ميديا. اول مرة ترد على المتنمرين على شكلها واللي بيقولوا عنها انها كبرت وشكلها عجز، وردت عليهم بمنتهى الادب، وكتبت لهم عبر صفحتها على انستجرام وقالت ممكن تناقشوا في موضوع اني كبرت وعجزت وشكلي بقى عنده 70 سنة في حتة تانية غير صفحتي، علشان مشاعر اولادي بتتأذى لما بتشوف ان امهم بيتم التنمر عليها علشان حاجة مش في ايديها. وتفاعل جمهور ومحبي الفنانة ريهام عبد الغفور على البوست بتاعها، وكتبوا كده انها جميلة وان شكلها متغيرش الا حزنا على وفاة والدها الفنان الجميل اشرف عبد الغفور. وردت فعلا عليهم في التعليقات وقالت انا فعلا حزينة جدا بعد وفاة والدي الفنان اشرف عبد الغفور، ربنا يرحمه يا رب. نجل الفنان الجميل اللي محدش اختلف كده على طيبته وجدعنته وشهامته، الفنان الراحل الجميل اللي خطف قلوبنا بوفاته، الفنان الجميل سليمان عيد، وجه ابنه عبد الرحمن كده رسالة بعد وفاة أبوه، وكتب له على حسابه على انستجرام وكتب وقال أبويا يا أحلى ضحكة في حياتي، امبارح والنهاردة كل الناس جاتلي ودعت لك الحمد لله والشكر لله على نعمة حب الناس ليك، ما تخافش يا حبيبي أنا كنت واقف راجل وهفضل راجل زي ما علمتني وكبرتني، قلبي موجوع قوي قوي يا ابويا، بس والله العظيم مطمن انك في احلى واعظم مكان عند اللي احن مننا كلنا عليك، وده اللي مصبر وجعي، وقال بحبك يا حبيبي وسندي وظهري وحشتني. ربنا يرحمه الفنان الجميل سليمان عيد اللي قطع بكل زمايله، وكان العزا بتاعه فعلا بيدل على حب زمايله والوسط الفني كله ليه، وغير كمان الوسط الفني. ربنا يرحمه يا رب ويصبر ذويه وأهله على فراقه، اللهم آمين. بعد إعلان انفصالهم للمرة التانية، علي غزلان وفرح شعبان يتصدران مؤشرات البحث جوجل بعد إعلان خبر الانفصال وانتشار حالة من الحزن وسط محبيهم. وقد أعلن خبر الانفصال البلوجر علي غزلان من خلال ستوري عبر حسابه على انستجرام، كتب خلاله وقال قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال والطلاق بيني وبين زوجتي فرح شعبان. الانفصال تم تقريبا من شهر، يشهد ربنا بعد ما رجعنا من الانفصال الأول إننا حاولنا نعيش مع بعض تاني لكن ما قدرناش، فقررنا الانفصال بهدوء بدون أي مشاكل،
وخناقات وترندات. هي إنسانة كويسة، ربنا يوفقها في حياتها علشان خاطر نفسها وعلشان خاطر ابننا. يمكن فشلنا نكون زوجين لبعض، بس أكيد هننجح نكون أب وأم كويسين لابننا. أتمنى احترام القرار ومحدش يكلمنا في أي تفاصيل، لأننا مش هنتكلم في أي حاجة وهنفضل ظهر بعض علشان خاطر رحيم ابننا. علي غزلان تزوج من المذيعة فرح شعبان في ديسمبر عام 2021، لكنهم انفصلوا في يونيو 2024 وعادوا مرة أخرى للارتباط في نوفمبر 2024 وتم الانفصال مرة أخرى. بنتمنى للاتنين التوفيق طبعا في حياتهم علشان خاطر ابنهم. حفل عائلي بسيط اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين. احتفلت النجمة مي الغيطي بحفل زفافها على الطبيب البريطاني أندرياس براون، وشاركت مي متابعينها بصور من حفل الزفاف، وتفاعل عدد كبير جدا من المتابعين مع الصور، وقدم نجوم الفن التهاني للنجمة مي الغيطي وتمنوا لها السعادة، وتألقت بإطلالة مميزة جدا وبسيطة. جورجينا حبيبة كريستيانو كل شوية بتفاجئنا بستوري على حسابها على انستجرام، والظاهر كده مرة واحدة هتفاجئنا بإعلان إسلامها. المرة اللي فاتت حطت تاتو باللغة العربية يدل كده إنها خايفة من الحسد، وكان ناقص تحط خرزة زرقاء. المرة دي فاجئتنا بنشر صور على حسابها على انستجرام وهي مرتدية عباية أنيقة جدا باللون الرمادي، وكمان مغطية شعرها ورقبتها. والإطلالة كانت من داخل جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. الصور لما شاركتها جورجينا جابت أكتر من 3 مليون إعجاب،